خطوة مفاجئة من إدارة نادي الزمالك بخصوص مباراة القمة. قلت لحضراتكم قبل كده في فيديو سابق إنه إدارة نادي الزمالك دايما بتثبت لينا إن هي دايما لا حافظة ولا فاهمة، وإن إدارة نادي الزمالك مش بس الموجودة دلوقتي، لا، عبر تاريخ نادي الزمالك دايما إداراته بتأكد لينا إن هم لا حافظين ولا فاهمين، وإن هم ملهمش كتالوج. الحاجة الوحيدة اللي إحنا نعرفها ونتأكد منها انه النادي الاهلي دايما عاملهم حرجان، ودايما حاطين النادي الاهلي في دماغهم، ودايما بيبيعوا الوهم لجمهورهم، وانه النادي الاهلي هو السبب في تاخر نادي الزمالك، وانه الفرق الشاسع في التاريخ ما بين الاهلي والزمالك هو بسبب المؤامرات اللي بتتعمل على نادي الزمالك. عمرهم ما اعترفوا انه السبب في الفجوه الكبيره بين الاهلي والزمالك هو فشلهم، وانه النادي الاهلي نادي مؤسسي ونادي احترافي بشكل كبير جدا، وفرق شاسع جدا عن نادي الزمالك. ايه الخطوه المفاجئه اللي عملتها اداره نادي الزمالك؟ قبل ما اقول لك الخطوه اللي عملتها اداره نادي الزمالك، خلينا نرجع كم يوم لورا كده، لما النادي الاهلي تقدم بشكوى رسميه في اللجنه الاولمبيه ضد اتحاد الكوره ورابطه الانديه. المسؤولين في نادي الزمالك والمتحدثين الاعلاميين لنادي الزمالك، طبعا هم مش واحد، ده هم كتير جدا، ما تعرفش احمد سالم ولا آل العدل ولا العالمي احمد حسام ميدو، ما تعرفش. واعلام نادي الزمالك في الصفحات على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى كل المنصات وعلى شاشات التلفزيون في البرامج الرياضيه، كلهم اجمعوا بانه خطوه النادي الاهلي بالتوجه للجنه الاولمبيه وشكوى اتحاد الكوره ورابطه الانديه خطوه غير قانونيه ومنهاش اي فايده، وكانوا دايما واخدين سخريه كده على النادي الاهلي وتحفيل على النادي الاهلي، وبيأكدوا انه اللجنه الاولمبيه ليس لها اي اختصاص قانوني ان هي تفصل في موضوع مباراه القمه. جميل جميل. طيب، طبعا في موضوع التحكيم كان يوم 6 مارس بالتحديد عملوا مؤتمر صحفي وانتقدوا فيه الحكام المصريين، واكدوا ان الحكام المصريين بيجاملوا نادي الاهلي وانهم سبب في تاخر نادي الزمالك، ولولا التحكيم كان نادي الزمالك زمانه متصدر الدوري. يوم 11 مارس يوم مباراه الاهلي والزمالك، يعني بعديها ب5 ايام بالظبط، ان اداره نادي الزمالك رفضت التحكيم الاجنبي وتمسكت بالتحكيم المصري. عشان كده دايما بقول لك ما لهمش كتالوج. يوم 15 مارس، 15 مارس يعني حوالي تقريبا 3 ايام، كانوا ياكدوا دايما انه ان اللجنه الاولمبيه غير مختصه في شكوى النادي الاهلي. النهارده 18 مارس هم اللي بيقدموا شكوى رسميه للجنه الاولمبيه. ايوه، زي ما حضراتكم سمعتوا، الزمالك بيتقدم بشكوى رسميه للجنه الاولمبيه. طيب، لسه من كام يوم كان بيأكدوا انه خطوه النادي الاهلي للجنه الاولمبيه غير قانونيه، النهارده بيقدموا شكوى رسميه في اللجنه الاولمبيه. ايه بيقولوا فيه؟ الخلاصه فيه عشان الخطاب طويل، يعني بيأكدوا انه للمهندس ياسر ادريس رئيس اللجنه الاولمبيه انه بيطلبوا منه التدخل في الشكوى المقدمه بشان الاجراءات المتعلقه بمباراه القمه على استاد القاهره يوم الثلاثاء الماضي 11 مارس، وانه الزمالك طرف اصيل في الشكوى وصاحب مصلحه مباشره فيها، وانه نادي الزمالك بيعترض على الفقره الاخيره في بيان رابطه الانديه. الفقره دي اللي انا قلت لحضراتكم ان هي كركبه بطن كل زملكاوي. ايه هي الفقره دي اللي في بيان رابطه الانديه؟ رابطه الانديه لما اعلنت بيان، في نهايه البيان اخر سطر كده اكدت رابطه الانديه ان هي ملتزمه بتنفيذ قرارات اللجنه الاولمبيه. دي قلت لحضراتكم انه هي كركبت بطن كل زملكاوي وخلتهم في حاله قلق شديد جدا، انه ربما اللجنه الاولمبيه تنصف النادي الاهلي، خصوصا النادي الاهلي في الشكوى مرفق معهم مع الشكوى كل المستندات والخطابات الرسميه من رابطه الانديه واتحاد الكوره والمحادثات وكل شيء، بأن المباراه تقام بتحكيم اجنبي. دي خطوه نادي الزمالك. طيب، الخطوه دي اولا بتاكد لنا اللي انا قلت لحضراتكم، ان هم لا حافظين ولا فاهمين، وان هم دايما بيبيعوا الوهم لجمهورهم. النقطه الثانيه ان هي ادت قانونيه بشكل كبير لشكوى النادي الاهلي في اللجنه الاولمبيه، بمعنى ان دلوقتي الزمالك مقدم اللجنه الاولمبيه بيطلب فيه انه طرف في الشكوى اللي مقدمها الاهلي، وبينتظر اللجنه الاولمبيه ان هي تحسم الموضوع. يبقى اذا ده اعتراف منهم
بقانونية شكوى النادي الأهلي في اللجنة الأولمبية، وإنه اللجنة الأولمبية لها الحق والقانون بيديها الحق إن هي تفصل في موضوع مباراة القمة. ادي نادي الزمالك وادي احوال نادي الزمالك. طيب لو هم بيملكوا ب2 جنيه ذكاء، يعني ب2 جنيه ذكاء فقط لا غير، اعمل ايه؟ انتظر قرار اللجنة الأولمبية. يعني انتظر قرار اللجنة الأولمبية. هيقول ايه؟ والله القرار اللجنة الأولمبية طلع مش في صالحي، اقدم شكوى او اعترض على قرارات اللجنة الأولمبية، واثبت صحة كلامي انه اللجنة الأولمبية ليس لها اي صفة قانونية ان هي تفصل في الموضوع. طيب ده المفروض او المفترض ان كانت تعمله إدارة نادي الزمالك. ازيدك من الشعر بيت كمان. كان دايما يقول لك اعلام نادي الزمالك واداره نادي الزمالك انه النادي الاهلي لما كان بياكد انه هيصعد الموضوع للاتحاد الدولي، كان دايما يطلع يقول لك والله الاهلي لو راح للاتحاد الدولي، الاتحاد الدولي الرد الواضح والصريح ليه انه ده شأن داخلي، شأن داخلي. دلوقتي هم بيأكدوا انه في حالة صدور قرارات من اللجنة الأولمبية مش في صالحهم، اللي هو إعادة المباراة تحكيم أجنبي، هيتوجهوا إلى الفيفا. لما انتوا لسه معترفين انه او بتقولوا انه لو النادي الاهلي توجه للفيفا الاتحاد الدولي هيأكد انه ده شأن داخلي. ناس فعلا ما لهمش كتالوج، ما تعرفش دماغهم ايه بالظبط. هو ده نادي الزمالك وإدارة نادي الزمالك عبر التاريخ. طيب. صفقات النادي الأهلي، في تحركات من مجلس إدارة النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب انه يتم صفقات يعني لها وزن ثقيل في انتقالات الصيفية، خصوصا بعد ما خلاص بشكل رسمي عرف انه في 10 مليون دولار قابلة للزيادة. ده مبدئيا خلاص اصبحوا في خزينة النادي الاهلي من المشاركة في كأس العالم للأندية، يعني تقريبا اكثر من نص مليار جنيه مصري. طب ايه الصفقات اللي بيفاوض فيها النادي الاهلي حاليا او فتح خطوط الاتصال فيها النادي الاهلي؟ رقم واحد، وده مفاجأة كبيرة جدا، وهو مصطفى محمد. مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك السابق اللي لعب في الدوري الفرنسي. النادي الأهلي تواصل مع أحد المقربين من مصطفى محمد، وحاليا في اتفاق بعقد جلسة مع مصطفى محمد. هل يقدر النادي الأهلي يخلص مصطفى محمد؟ طب لو خلص مصطفى محمد هيخلص بأي شكل؟ مشاركة في كأس العالم للأندية فقط، ولا إعارة 6 شهور، أو إعارة سنة، ولا شراء نهائي؟ من وجهة نظري موضوع أنه الأهلي يشتريه بشكل نهائي صعب جدا، لأنه النادي الفرنسي هيطلب مبلغ كبير جدا. فمن وجهة نظري النادي الأهلي لو خلص في صفقة مصطفى محمد هيكون المشاركة في كأس العالم للأندية، أو بأقصى تقدير إعارة لمدة موسم. طب ايه الصفقة الثانية؟ هي أحمد حجازي. أثناء تواجد الكابتن محمود الخطيب في السعودية لأداء مناسك العمرة، تحدث مع أحد المقربين من أحمد حجازي عشان يشوف وجهة نظره في العودة للنادي الأهلي مرة أخرى. رد أحمد حجازي إن هو موافق على العودة للنادي الأهلي، لكن لسه ما نعرفش الأمور هتخلص على إيه. الصفقة الثالثة هو أفضل مدافع في مصر وأفريقيا قبل ما يترك النادي الأهلي. من هو محمد عبد المنعم. محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي تواصل بصفته الشخصية مع محمد عبد المنعم، عرض عليه العودة للنادي الأهلي. محمد عبد المنعم أبدى موافقة على العودة للنادي الأهلي، ولكن كإعارة سنة. ليه؟ لأنه برضو النادي الفرنسي هيطلب مبلغ كبير جدا. الصفقة الأقرب من الثلاثة دول هو محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم على أقل تقدير هيشارك مع النادي الأهلي في كأس العالم للأندية. أما موضوع مصطفى محمد وأحمد حجازي ده اللي هنشوفه في الأيام القادمة، الأمور هتمشي إزاي وهيرسل الموضوع على إيه بالظبط. كل التوفيق للنادي الأهلي فيما هو قادم. مش عايز أطول على حضراتكم أكتر من كده.
سلام.